السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. لو انت شغال بالموتوسيكل او سوي موتوسيكل بالذات في الشتاء وحصل معاك تعب في ايدك ولا حاجة، شوف الفيديو دوت هقولك اللي حصل معايا وعلاجه ايه. لو انت بتركب الموتوسيكل كتير في الشتاء وايدك بتبقى عريانة كده، تعال اقولك اللي حصل معايا بسبب ان ايدي كانت عريانة في الشتاء. اللي حصل الأعراض بتاعة المرض دوت بتيجي في الشتاء للناس بالذات اللي بتركب موتوسيكلات. أول ما بتصحى الصبح بتلاقي إيدك الصوابع مورمة، وتحس إن أنت مش قادر تقفلها من الورم ومزندة وفيها وجع بسيط. وأول ما تقوم بعديها ب5 دقايق كده بتلاقي إيدك فكت وعادي. دي بتبقى المرحلة الأولى في المرض. المرحلة المتأخرة شوية إن بتلاقي الورم ما بيروحش وبيبدأ يطول معاك، وبتبدأ مفاصل صوابعك بتبقى تعبانة. المرض دوت اسمه عضة البرد. يعني انت لو دخلت على جوجل كتبت عضة البرد هيظهر لك الأعراض بتاعة المرض ديت وعلاجها. فانا بصراحة لما حصل الموضوع ده معايا ورحت للدكتور، قال لي هو ملهاش يعتبر علاج غير ان انت تدفي ايدك وتاخد حاجة منشطة للدورة الدموية. فلو انت شغال بالموتوسيكل او بتسوق الموتوسيكل لفترات طويلة بالذات في الشتاء، حاول تلبس جوانتي على قد ما تقدر. يعني طول ما انت سايق حاول تلبس جوانتي. شغال اوبر، شغال على البرامج، وممكن تقطع اول الصباع كده في الجوانتي بحيث ان انت تعرف تستخدم الموبايل، وتخلي ايدك بقدر الامكان دافية. ولما تروح بالليل كده حاول تحطها في مية سخنة، وان شاء الله باذن الله ربنا يسلم من كل مكروه وما شافكوش دايما غير بكل خير. ولو استفدت لايك ودعم كده عشان الفيديو ينتشر واكبر قدر من اخواتنا يستفادوا بالمعلومة ديت. والسلام عليكم ورحمة الله.